السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتتبعين، تحية طيبة للجميع. نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير. تحية لكل المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. تحية لكل الأشقاء العرب في القطر العربي الشقيق. أولا، قبل الدخول في الموضوع وفي اللقاء ديال اليوم، كنقول لكل المشاهدين: صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وشفيعي محمد رسول الله. في البداية أولا بغيت نتكلم اليوم على الضغط اللي كيتمارس على المغرب وعلى الدولة المغربية من قبل مجموعة من الأنظمة، حقيقة من الأنظمة الفاشية، ومن بينها المستعمرة السابقة فرنسا، وخاصة رئيسها ماكرو أو ميكرو. يعني الضغط اللي كتمارسه فرنسا على المغرب هو ضغط رهيب، والضغط الفرنسي على المغرب جاء طبعا من بعد ما أراد المغرب أن يكون مستقلا في سياسته الخارجية والداخلية، وخاصة في خطاب العرش عندما خطب صاحب الجلالة حفظه الله وشفاه الله من كل داء، وقال بأن على الدول الصديقة والشقيقة أن تخرج من الضبابية. وقال أيضا بأن المغرب من خلال الصحراء المغربية ينظر إلى العالم. ثم أيضا قال بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. إذن هنا ثم أيضا انفتاح المغرب على الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، والاستثمار المغربي في إفريقيا وفي عمق إفريقيا، والرجوع ديال المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حقيقة اللي أعطى واحد دفعة قوية للسياسة الخارجية ديال المغرب في إفريقيا ومع الدول الإفريقية. وهذا شاهدناه من خلال الاعترافات بالصحراء المغربية وفتح القنصليات لعدد كبير من الدول الإفريقية في العيون وفي الداخلة. فرنسا بغات تخلي دائما المغرب يعني عنده حبوبة في اللسان بالقضية ديال الصحراء المغربية. انتم عارفين بلي أن المشكل اللي وقع مع إسبانيا والموقف اللي كان خذاه المغرب تجاه إسبانيا، حتى غيرت إسبانيا من السياسة الخارجية ديالها تجاه المغرب واعترافها الضمني بالصحراء المغربية وبالمشروع حكم ذاتي لتقدم به المغرب كحل وحيد، حل عادل لقضية الصحراء المغربية. فرنسا يعني كتضغط على المغرب من خلال الغاز الجزائري، لا بغينا نقولوا يعني كتضغط على المغرب باش ترضي النظام الجزائري المارق. والقضية ديال الغاز لأن فرنسا محتاجة إلى الغاز الجزائري من بعد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات اللي تفرضت على روسيا. ففرنسا لجأت أو اتجهت إلى النظام الجزائري، وهذا النظام انتم كتعرفوه بلي أنه نظام مارق، نظام شغله الوحيد هو المغرب. يعني كيصرف كل الأموال ديالو كل الثروات ديالو من أجل إضعاف المغرب ومن أجل جبهات البوليساريو، جبهات القياطن والعجاج. إذن قلت بلي أن فرنسا جيشات، لا بغينا نقولوا البرلمان الأوروبي انتم عارفين بلي أنه اجتمع ودان المغرب فيما يخص المسألة ديال حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعبير، وهذا واحد النوع من الضغط السياسي لا بغينا نقولوا من البرلمان الأوروبي. لكن البرلمان الأوروبي اللي جعلوا أنه في الظرفية بالذات يعني يعقد هذا الاجتماع ديالو ويخرج بهذه الإدانة للمغرب فيما يخص المسألة ديال حقوق الإنسان والأمور اللي تكلمت عليها.
وحنا مغاربه كنعتبروا باللي ان هذا القرار ديال البرلمان الاوروبي هو قرار سياسي بامتياز، لان الا كان البرلمان الاوروبي كيعتني بحقوق الانسان وكيعتني بكرامات الانسان، اين هو هذا البرلمان الاوروبي من حقوق الانسان في مخيم تندف؟ واين هو البرلمان الاوروبي من حقوق الانسان يعني في نينمار؟ وأين البرلمان الأوروبي من حقوق الإنسان في تونس عندما قيس سعيد حل كل المؤسسات ديال الدولة اللي هي منتخبة، وحل مجلس الأعلى للقضاء وحل البرلمان وحل كل شيء وبقى كيحكم بوحده؟ يعني هنا أين هي حقوق الإنسان وأين حرية التعبير؟ ثم أيضا هذا البرلمان الأوروبي اللي بلو غير المغرب وما بلوش النظام الإيراني اللي كيعدم الطلبة والطالبات اللي كياخذوهم من الجامعات وكيديوهم إلى الإعدام كونهم أنهم ظهروا في الشوارع ورفضوا السياسة ديال النظام الإيراني. أين هو البرلمان الأوروبي من الاعتقالات والسجن والإعدام في إيران؟ قل طالبات وطلاب جامعيون شباب يعدمون في إيران. أين هو البرلمان الأوروبي من هذه الخروقات؟ البرلمان الأوروبي بلغ غير المغرب أنه يدين فيما يخص المسألة ديال حقوق الإنسان وحرية التعبير إلى آخره، والأحكام، بما أن الأحكام اللي صدرت بعض الصحفيين هاد الأحكام اللي مرت عليها يعني من 2018 وحنا الآن في 2023 مرت عليها 5 سنوات. أين كان البرلمان الأوروبي؟ ثم أيضا حنا كمغاربة ما محتاجينش لا البرلمان الأوروبي ولا شي برلمان واحد آخر أنه يملي علينا شنو اللي غنعملوه في البلد ديالنا. رحم الله جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عندما قال باللي أن الديمقراطية الأوروبية يعني كتصلح في أوروبا، والديمقراطية المغربية تصلح في المغرب. إذن البرلمان الأوروبي قلت باللي أن جيشات فرنسا يعني والنظام الحاكم في فرنسا وعلى رأسهم ماكرو، يعني هاد الميكرو ماشي ماكرون، يعني الضغوطات ديالو أو الضغط ديالو والضغط هادوك اللوبيات اللي هما طامعين في الغاز الجزائري يضغطوا على المغرب كي يرضيوا الجزائر والنظام الجزائري. لكن اللي بغيت نقول كمواطن مغربي بسيط جدا كنقول لهم باللي أن المغرب كبير عليكم وبزاف عليكم، لأن مغرب تاريخ، مغرب شعب وعرش كتلة واحدة. ومغرب اليوم ليس هو مغرب بالأمس، مغرب اليوم أراد أن يكون مستقلا في سياسته الخارجية والداخلية، ما وقفش على شي واحد أنه يملي عليه كيف هي حقوق الإنسان وكيف تحترم فيه الحريات. احنا الحمد لله ننعم بالحرية يعني أكثر بكثير من عدة دول حتى في أوروبا، وعلى في أوروبا الشرقية ولا في العالم العربي ولا في إفريقيا، فالمغرب مشهود له. حنايا المغاربة يعني في التعبير ديالنا حتى جلالة الملك هناك من ينتقده، هذا رمز ديال الوطن ورمز لكل المغاربة، ورغم ذلك هناك من يوجه له انتقادات، ناهيك عن الحكومة أو البرلمان أو الأحزاب إلى آخره. ننتقد الكل فيما يخص المسألة ديال مصلحة الوطن والمواطن. إذا لسنا بحاجة إلى البرلمان الأوروبي أنه يملي علينا أو يورينا بالمفهوم الدارجة ديالنا شنو اللي خصنا نعملوه في بلادنا. هذه دولة مستقلة في السياسة ديالها. المؤسسات ديالنا لا نسمح لأحد أن يمس بهذه المؤسسات، سواء كان قضائية أو برلمانية أو كما بغات تكون، ما كنسمحوا حتى لأي كان. هنا من خلال هذه الضغوطات اللي كتمارس على المغرب، قلت باللي أن النظام الجزائري اللي كيصرف الأموال ديالو واللي مخلي الشعب ديالو، أنني شفت واحد المجموعة ديال الفيديوهات
مراعاة للشعب الجزائري أنني ما ننزلهاش لا في القناة ديالي ولا في الصفحة ديالي، مراعاة للشعب الجزائري. شفت يعني طابورات ديال الشعب الجزائري بقنينات الغاز فارغة يبحثوا عن قنينة الغاز، بما أن الغاز الجزائري وصل إيطاليا وصل أوروبا، ولكن داخل الجزائر الناس كتقلب قلت على قنينة الغاز. هو مستعد أنه يصرف كل أمواله كي يضعف المغرب ويعني ويخلي دائما قضية الصحراء بحال حبوبة في اللسان. ثم أيضا الآن النظام الموريتاني اللي استقبل وزير الخارجية الإيراني، وزير الخارجية الإيراني اللي جا لموريتانيا ومن قلب موريتانيا كيتكلم على الصحراء المغربية. يعني اللي بغيت نقول الأشقاء في موريتانيا، ما دخل إيران في قضية الصحراء المغربية؟ الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. حنا ما محتاجينش لأي كان على وجه الأرض أن يعترف لنا بأرضنا أو يسلب منا أرضنا، لا يمكن ولن نقبله أبدا. كل المغاربة من طنجة إلى القويرة، من 7 سنوات إلى 90 سنة وإلى 100 سنة، تاشي مغربي ما يقدر أنه يفرط في حبة رمل من أراضيه. إذن قلت باللي أن عيب وعار أن يجي واحد من المشرق، من كتشرق الشمس، ويجي فين كتغرب الشمس، وتستقبلوا دولة شقيقة ويتكلم على قضية اللي ما كتهمنا حنا كمغاربة فقط. إذن قلت باللي أن هذا النظام الإيراني المارق، واللي بغيت نوجه هذه الرسالة للأشقاء ديالنا في موريتانيا والشعب الجزائري، اللي هو أيضا هذا النظام الجزائري اللي عامل يدو مع يد النظام الإيراني. أنا بغيت نقول لهم أينما حلت إيران حل معها الدمار والخراب أيها الأشقاء، سواء في موريتانيا أو في الجزائر أو في تونس. ثم أيضا النظام التونسي، هذا قيس سعيد اللي في الماضي في سنة في أواخر سنة 22 اللي استقبل إبراهيم الرخيص، يعني أي ما يسمى بإبراهيم غالي، لأنه غالي غير على الجزائر في الحقيقة لأن هي اللي صرفت عليه الأموال. يعني ما الذي أصاب هذه الأنظمة العربية؟ ما الذي أصاب الأنظمة الحاكمة في المغرب العربي، وخاصة هذا الرؤساء ديال الجزائر، ديال تونس، ديال موريتانيا؟ أنتم تتآمرون على المغرب، أنتم تتآمرون على دولة قدمت لكم إلا الخير والمساعدة في أحلك الظروف اللي كنتوا كتمروا منها كدولة وكنظام وكشعب. واش هكذا كتردوا الجميل للمغرب؟ واش هكذا تردوا الجميل للملوك المغاربة؟ إذن قلت باللي أن عقلوا على الكلام اللي كنقول لكم أيها الأشقاء اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو. وهذا الفيديو غيكون في القناة ديالي ديال اليوتيوب، قناة أحمد الريفي، وغيكون على الصفحة ديالي أيضا، صفحة أحمد الريفي. إذن قلت باللي أن أينما حلت إيران حل معها الدمار والخراب. انظروا للعراق، انظروا لسوريا، انظروا للبنان، هذه الدول توجد بها إيران. حذاري أيها الأشقاء، فالمغرب بلد الملوك، وكل شيء في هذه الدولة هو ملكي. نحن ملكيون حتى الموت. إذن عليكم أن تفتخروا بالمغرب لأنه يشرفكم، ولأنه يرفع من قيمة العروبة ومن قيمة إفريقيا. المغرب مثلكم في كأس العالم في قطر، مثل الأمة العربية والإسلامية والأمة الإفريقية. والآن موندياليتو، كأس الأندية العالمية، الكأس العالم للأندية البطلة، الآن أيضا المغرب قدم صورة حضارية راقية ورائعة عن العرب، لأن المغرب دولة عربية تمثل هذه الأمة. أنتم شاهدتم كيف كان الافتتاح، 60,000 متفرج دخلت إلى الملعب بسلاسة، خرجت من الملعب بسلاسة، بنظام، بعقلانية. 60,000 متفرج دخلت، ما كاين عسكر، ما كاين زرواطة بحال اللي شفنا في الشان،
عند الأشقاء ديالنا في الجزائر، ما شفنا الدق، ما شفنا التكرفيس. 60,000 متفرج تشجع الفريق الأهلي المصري. سير سير سير، ما سبينا حد، ما عايرنا حد، ما شيرنا لحد، ما هنا حد. رحبنا بالأشقاء المصريين في مدينة طنجة، استقبلناهم، وهذا واجب علينا كمغاربة أننا نستقبل الأشقاء. قلت بلي أن نحن في دولة ملكية، وكل شيء عندنا ملكي. النظام، الاستقبال، الكرم ملكي. هذا كنتميز به نحن المغاربة على ربما على باقية الشعوب وباقية الأنظمة العربية الأخرى. فشعب متخلق، شعب راقي. ما جبناش حفيد مانديلا ليشتم ويسب دولة شقيقة. الجمهور ما عايرش الشعب وسماه بالحيوان. جمهور راقي لأنه ملكي. وأخلاق الشعوب من أخلاق الحكام. أخلاق الشعوب من أخلاق الحكام. فنحن الأخلاق ديالنا أيضا أخلاق ملكية. فعلى الجميع أن يعرف، وعلى الجميع أن يفهم باللي أننا ملكيون نحن المغاربة. وبهذه المناسبة أهنئ الشعب المصري الشقيق، وأهنئ فريق الأهلي المصري، وكنقول له أتمنى لك الفوز غدا إن شاء الله السبت، ونحن سنكون في الموعد إن شاء الله، بما أنني في مدينة طنجة وبما أنني موجود. سأشجع دائما الأشقاء العرب، والآن سأشجع الفريق الأهلي المصري، ونتمنى له الفوز، وأتمنى له إقامة سعيدة في وطنه الثاني المغرب. فتحيتي لكل الأحرار في هذا العالم. انتبهوا أيها الأنظمة في موريتانيا، في تونس، في الجزائر. لا نتكلم على ليبيا، نتمنى لهم إن شاء الله أن يخرجوا من هذه المحنة، وأن تعود ليبيا إلى الأمة العربية سالمة إن شاء الله. فتحيتي قلت للأحرار أينما كانوا في وطننا الحبيب، لما كنقول الوطن العربي من المشرق إلى المغرب، من المحيط إلى الخليج. فتحياتي لكم. والمغرب إن شاء الله سيظل دائما وفي لكل القضية العربية. دائما المغرب سيشرف العرب وسيشرف إفريقيا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم، أعانكم الله، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.